اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ النهارده جبت حاجه وقلت هجربها وهشوف طعمها هيطلع حلو ولا مش حلو، وهقول لكم لو طعمها طلع حلو هقول لكم تجيبوها. تمام. جبت بقى ايه هنا؟ طماطمايه وقرن فلفل كوبي كده زي ما انتم شايفين، وحطيت بالظبط معلقتين زيت في الطاسه، وابتديت ان انا اقلب الفلفل الكوبي مع الطماطمايه. لو حابه تحطي بصلايه حطي، بس انا بصراحه ما فضلتش احط بقى. ايه بقى اللي انا حبيت اجربه؟ هو الصدق البقالي يا جماعه. احنا على طول بنجيب صدق الجزار، فوانا ماشيه بصراحه في العطارين عندنا هنا في اسكندريه، في اولاد عبده. اولاد عبده دول مشهورين جدا جدا. بصوا بالسندوتشات بتاعتهم، بالصدق بتاعهم البقالي، بيعملوا جمبري، بيعملوا حاجات كتير جدا جدا غير الجبن طبعا، والجبن بتاعتهم بصراحه لا يعلى عليها. فلقيتهم عاملين الصدق البقالي ده ولسه طازه، فقلت لا انا هجيبه وهجربه واشوف بقى ايه حكايه الصدق البقالي ده. بجد بجد طلع حلو جدا وطلع روعه قوي قوي. والكيلو ب220. جبت نص كده وقلت ايه، انا هجرب الاول النص واشوفه ايه. بس بجد طلع طعمه حلو جدا زي بتاع السندوتشات اللي بتبقى في محلات عربيات. اكتشفت اني اكتر الناس بقت بتشتغل بالصدق البقالي، ما بتشتغلش بالصدق الجزار. فقلت لا انا هجيب وهجرب. هنشوحه بقى كده مع الطماطمايه والقرن الفلفل كده، ومش هنحط له اي بهارات خالص لان هو متبهر كويس جدا. هنا بقى كده كان استوى بسم الله ما شاء الله، حلو قوي قوي قوي. جبت بقى ايه، طلعت كده من التلاجة الجبنة الموتزاريلا وكانت جامدة كده زي ما انتوا شايفين. ابتديت ان انا اوزعها على الوش بتاعه كده، وهنغطيها وهنسيبها بالظبط 5 دقايق 10 دقايق لغاية ما تسيح معانا. وبجد طعمه روعة. هنا بقى كده في عيش فينو شغال، في عيش بلدي شغال، حاجة بسم الله ما شاء الله، طاسة تحفة بجد وحلوة جدا جدا. وجربوه، اللي حابب يروح يجرب ممكن تجيبي على الأقل حتى ربع كيلو وتجربيه. بجد طلع حلو قوي قوي، وأرخص شوية من الصدق اللي هو بتاع الجزار، لأن الصدق الجزار غلا جدا دلوقتي. فاحنا بندور على البديل. بس بجد بجد حلو قوي، ان شاء الله بإذن الله يعجبكم. ويا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم. واقول لكم زي ما بقول لكم كل مرة ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.